مرحبا بكم في جديد أخبار المغرب اليوم، وهذا أبرزها: صرف منحة مالية. شرعت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظف الأمن الوطني الأسبوع الجاري في صرف منحة مالية استثنائية لفائدة 4094 مستفيدة ومستفيدا من بين متقاعدي ومتقاعدات وأرامل أسرة الأمن الوطني، ممن تقتضي ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الاستفادة من مثل هذا الدعم المادي. وسيجرى صرف هذا الدعم المباشر بشكل فعلي وتدريجي بالتنسيق مع الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في إطار شراكة مؤسساتية اعتمدت على تقييم دقيق وموضوعي للاحتياجات وللإكراهات التي تعاني منها الفئات المستفيدة، خصوصا متطلبات أيتام موظفي الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتدخل هذه المبادرة الإنسانية السنوية المرتبطة برمزية عيد الأضحى وقيم التكافل الاجتماعي في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز مبادئ المواكبة الاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني وأفراد أسرهم وذوي حقوقهم، شأنها شأن باقي المبادرات المماثلة التي يتم إطلاقها خلال المناسبات الدينية أو بصدد الحالات الاجتماعية والصحية التي تستلزم الدعم المادي والاجتماعي. وكان عبد اللطيف حموش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قد أصدر تعليماته إلى المصالح المركزية المختصة بضرورة التنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك من أجل بذل عناية خاصة تجاه فئة أرامل ومتقاعدي أسرة الأمن الوطني بشكل يضمن تمكينهم من جميع المساعدات المادية والدعم المعنوي اللازمة. شكرا على المتابعة.